ازاي نقدر نعمل شهادة تقدير بشكل كويس ومبهر للطلاب وبأقل سعر. ندخل في الأول على موقع كانفا. تمام، ده الشكل بتاعه، وتقدر طبعا تسجل في الموقع بحساب لو انت مش مسجل من هنا، تسجيل دخول. تمام، هيطلب مني اسجل بالجوجل او بحساب الجيميل. تمام، هنا ظهر لي على طول اهو اسم الجيميل بتاعي، دخلت بيه. تمام، هيبدأ يحمل معايا شوية. طبعا الموقع مجاني تماما، لكن تقدر تستخدم فيه مزايا بقى برو او مزايا اضافية. تمام، على فكرة في ناس كتير يعني بتعرض خدمات ان هو يبيع حساب كانفا لمدة سنة كاملة، ممكن ب50 جنيه او حاجات بسيطة. يعني تقدر تشتري لو انت عاوز تلاقي فيه تصميمات اعلى. وممكن اعمل خط من هنا لو انا مش عاوز اكمل عادي. تمام اهو. تمام، بيظهر معاك الموقع بالشكل ده. تمام، طبعا موقع غني عن التعريف، وفيه طبعا حاجات كتيرة جدا. مش بس ان انت تعمل شهادة تقدير، لو انت عاوز تعمل بقى باوربوينت من البداية خالص في عرض تقديمي، تقدر تصمم انت الباوربوينت. تمام، تختار الشكل اللي انت عاوزه وتضيف الكلام اللي انت عاوزه. تمام، تقدر كمان تصمم بوستات او تصميمات للسوشيال ميديا. تمام، تختار الاشكال اللي انت عاوزها. تمام، لو انت عايز تعمل مثلا صورة للبوست الفيسبوك او الانستجرام، او صورة للغلاف، كل ده موجود على الموقع. تمام، وفي طبعا حاجات كتيرة جدا. احنا دلوقتي بنتكلم عن شهادة تقدير. اعمل ده ازاي؟ هاجي هنا في شوط البحث واكتب له شهادة تقدير بس، وادوس على علامة البحث من هنا، واسيب الموقع يبحث لي ويجيب لي بقى اشكال لشهادات التقدير. تمام، زي ما انت شايف كده دي اشكال كتيرة جدا لشهادة تقدير تقدر تستخدمها، مفيش اي مشكلة. بس لاحظ ان في بعض شهادات تقدير معمول جنبها كده رمز اللي هو الايه، التاج ده. التاج ده يعني هو محتاج كده انك تشترك في كانفا برو زي ما قلت لك في بداية الفيديو. ده تقدر على فكرة تشترك بكل سهولة. في ناس كتير بتعرض خدمة ان هو يضيف حضرتك زي فريق كده، ان انت تستخدم الحاجات اللي هي البرو دي بسعر بسيط جدا. فانت تشوف بقى الشكل اللي انت محتاجه. تمام، حسب المرحلة اللي انت فيها للطلاب تختار الشكل المناسب معاهم. تمام، خلينا على سبيل المثال نختار مثلا مثلا حاجة كده مجانية. تمام، وتكون حلوة زي دي مثلا كده. تمام، اضغط عليها. تمام، لما تضغط عليها طبعا بيجيب لك اشكال تانية شبيهة بنفس التصميم او الشكل ده. طيب انا عاوز استخدم الشكل ده، عجبني، بضغط هنا على تخصيص هذا القالب. بيبدأ يفتح معاك بقى القالب او الشكل ده. تمام، بيظهر معايا بالشكل ده. في الناحية اليمين دي طبعا بيجيب لك أمثلة لقوالب تانية اللي أنت عاوز تغير التصميم. تمام، من هنا حاجة اسمها العناصر، لو أنت عاوز تضيف حاجات عناصر كده وأيقونات في الشكل هنشوفها دلوقتي. النص، لو أنت عاوز تضيف نص تاني غير الموجود، هنعرف كل حاجة بالتفصيل دلوقتي. تمام، هنا بيقول لي شكر وتقدير. تمام، ممكن بقى أجي مثلا على الجزء الإنجليزي ده أنا مش عاوزه، أضغط عليه كده. تمام، وادوس حذف او ديليت من الكيبورد. انا مش عايز الجزء ده. تمام، انا طبعا هنا دي للطلاب، فانا مش عاوز موظف المثالي دي، احذفها خالص. تمام، مش اي مشكله، احذف النقط دي. التاريخ بقى هنا اقدر اعدله زي ما انا عاوز. انا مثلا النهارده 11 مثلا. تمام، شهر مثلا خليه 11 2025، اعدل فيه بكل سهوله. هنا طبعا مش ده مش رئيس مجلس الاداره، او مثلا امضاء مثلا، واكتب هنا طبعا دي صورة اقدر احذفها. تمام، طيب انا عاوز اكتب هنا الاسم بتاعي، ادوس هنا على النص، اضغط عليه، واختار من هنا اضافة مثلا عنوان فرعي او نص تكميلي صغير او عنوان. طبعا العنوان ده يعني يبقى الحجم بتاع الخط كبير شوية، عنوان فرعي حجم اصغر شوية، وده اصغر طبعا. بس اقدر برضو اعدل زي ما انا عاوز في النص. اكتب مثلا مستر عماد. تمام، واجيب النص ده كده. تمام اهو، واضيفه هنا. تمام، حلو قوي. فبدل كلمة شكر وتقدير ممكن اكتب انا شهادة تقدير كده. تمام، النجوم دي مش هطلعها فوق كده براحتي، مش مشكلة.
احنا عاوزين دلوقتي نعمل نكتب صيغة مثلا لشهادة التقدير. لو انت مش عارف صيغة معينة ممكن تدخل على تشات جي بي تي وتقول له اعمل لي مثلا صيغة لشهادة تقدير الطلاب، هيديك افكار كتيرة جدا لكلام ممكن تكتبه. انا مثلا هقول له كده هنا: يسر مستر عماد منح هذه الشهادة إلى، تمام. واجي هنا مثلا الطالب، واكتب اخلي اسمه زي ما هو محمد حسن، مفيش اي مشكلة. وممكن الكلام ده اغيره خالص واقول: ونتمنى له مزيدا من التميز والنجاح مثلا. تمام. تمام. قبل الخط ده مش عاجبني، اضغط هنا على شهادة تقدير مثلا دي كده، واضغط هنا من فوق على الكلام ده الخط، واختار الخط اللي يعجبني او اللي اشوفه مناسب. تمام، ده كويس مش وحش. تمام، ده برضو كويس. تقدر تختار بقى الخط اللي يريحك او المناسب او اللي يعجبك. تمام، انا مثلا هختار الخط ده. تمام، اجي هنا ادوس على الزائد دي واكبر الحجم شوية. تمام، لقيت ان شكلها كده نزل تحت، اجي من هنا اوسع دي شوية كده. تمام، واحركها هنا واكبر خط زي ما انا عاوز كمان شوية. تمام، حلو اوي. الخط ده برضو كمان صغير، ممكن اكبره من هنا. تمام، واجي برضو هنا اختار الخط اللي انا عاوزه المناسب، شكله حلو يعني. تمام، مفيش اي مشكلة، كويس. طيب انا عاوز اغير شويه في التصميم او في الالوان، ما يبقاش كل كده الخطوط بنفس اللون، عايز حاجه مميزه. عاوز مثلا اسم الطالب ده يبقى بلون مثلا زي ده، مثلا اخضر، لون من موجود في الشهاده. هاجي هنا اضغط على حرف الاي ده واختار اللون. عندي الوان كتيره جدا بقى، اختار اللون اللي انت عاوزه. طيب انا لو انا عاوز لون بقى بالتحديد في الشهاده، اللون ده مثلا اللون الاصفر ده او اللون ده، اجيبه ازاي؟ هاجي هنا على علامة الزائد دي، إضافة لون جديد دي، أضغط عليها. تمام، وهتلاقينا في رمز القطارة دي مكتوب عليها كده اختر لون، أضغط عليها. تمام، هيديني دايرة كده أقف بيها على اللون اللي أنا عاوز أعمل زيه بالظبط. تمام، هتلاقي شوف لونها بيعمل إزاي. أنا مثلا عايز اللون ده، أضغط عليه. تمام، هتلاقي الكلمة بقت بنفس اللون بالظبط. أكبر حجمها كده واختار خط مميز بحيث الاسم كده بتاع الطالب يبقى واضح ومميز بلون مختلف. تمام، ويكون شكله حلو. تمام كده، كبر منها برضو عادي. تمام، صغر الحجم شوية، اخلي دي تحت شوية كده. تمام، وبرضو اكبرها من هنا. تمام، ممكن نجيب كلمة طالب دي هنا كده جنب الاسم، كبرها برضو شوية، ونحط مثلا جنبها كده شرطة مايلة. تمام، اهو، حلو ده الشكل ده كويس. تقدر بقى تعدل زي ما انت عاوز، تضيف حاجة تمسح حاجة زي ما انت عاوز. طيب الإمضاء برضو الخط ده نخليه بخط مختلف برضو. تمام، مميز. تمام، ونغير برضو اللون بنفس الطريقة. خليه مثلا اللون ده مش واضح، نخليه بلون مثلا ده. تمام، ونخلي التاريخ ده تحت شوية كده. تمام، شوف لما بتحرك حاجة بتلاقي فيه زي شرط كده أو نقط كده ماشية معاك عشان يعرفك إن النص ده فين، تحت، فوق، قصاد إيه، تحت إيه كده. ممكن أجيب دي كده. تمام، وأضيف كمان كلمة زيادة، أكتب مثلا هنا التاريخ. تمام، وأجيب التاريخ دي هنا. حلو كده عشان يبقى إيه ماشية مع النص التاني. تمام، ده مثلا خط حجمه كذا، نخلي الحجم زيه صغير شوية كده. تمام، نخلي صوته بالظبط كده. حلو، وده تمام. تمام، حلو أوي كده. يبقى شهادة تقدير: يسر مصر عمد منح شهادة إلى فلان الفلاني. تمام، لو دي مش كده ممكن تشيلها خالص. طيب عايز تميز بقى الطلاب، مثلا أنا عندي مثلا مراكز، المركز الأول التاني التالت، ممكن أجي هنا على عناصر. تمام،
واكتب هنا مثلا رقم 1 مثلا. تمام، واختار شكل مميز لرقم 1 على سبيل المثال الشكل ده مثلا. تمام، شايفين جاب هنا كلمة كانفا ومغير شكله، لو انا كبرت شوية كده هيبان. كانفا ده معناها ايه؟ معناها ان الرقم ده او الحاجة دي يعني ايه، محتاجة ايه؟ دافع، زي ما احنا قلنا حساب برو. طب احنا مش عاوزين ده عشان ما يظهرش في الصورة. نختار مثلا حاجة تانية. ده مثلا بما انه مجاني نختار ده. تمام، رقم 1 يعني بحيث يبقى ايه؟ مميز. طيب انا مش عايزه يبقى ظاهر اوي كده في النص، اضغط عليه واجي هنا على الشرط اللي هي دي الباهتة شوية دي اسمها الشفافية، واغير كده اخليه مثلا يعني تمام كده، ميبقاش واضح اوي واكل الكلام. عايز تخليه تحت الكلام وتغير الشفافية، او في اليمين زي ما انت عاوز تضيف اي حاجة تانية. تمام، للشهادة براحتك خالص. تمام، الرقم ده مش عاجبك مش عاوزه تقدر تحذفه. خلصنا تصميم وزودنا بقى اللي احنا عاوزينه، النص وكل حاجة ومية مية وتمام. تمام، عاوزين بقى الشهادة دي نطبعها أو نخليها بشكل كويس زي ما شفنا كده أول فيديو. أعمل ده إزاي؟ باجي هنا على مشاركة. تمام، واضغط على تنزيل. ركز بقى في الخطوة دي مهمة. وبختار هنا نوع الملف واخليه PDF الأفضل للطباعة. تمام، وبختار من هنا كمان اللي هو الطباعة الاحترافية. طبعا لو أنا مشترك في البرو ده أفضل، بيكون ألوانه أوضح في الطباعة. تمام، مش مشترك هخليها زي ما هي وأدوس هنا على تنزيل. طبعا لو أنت مشترك برضو في البرو ده هتلاقي كمان عندك إن هو بيزود الدقة وبيزود فيه مزايا كتيرة جدا في البرو. بيبدأ يحملها معايا تظهر بالشكل الجميل ده. تمام، تقدر تبعتها بقى لأي مكتبة. تمام، ويطبعها على ورق تقيل بحيث تظهر بشكل كويس للطلاب. الغلاف ده برضو موجود في المكتبة، تقدر تشتري غلاف بسعر بسيط وتحط فيه الشهادة وتعرضها للطالب بالشكل الجميل ده. على فكرة شهادة تقدير من أفضل الجوائز اللي ممكن تقدمها للطالب، تفضل معاه طول حياته وطول عمره. أتمنى يكون الفيديو مفيد لحضراتكم، وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو، واكتب لي في الكومنتات لو الفيديو ده مفيد لحضرتك ولا لأ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.